السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه يا رب؟ خصوصا ان واجهه اي او اس بتاعت تكنو اتحسنت شويه عن ما سبق. نتكلم بقى عن الذاكره والرامات الخاصه بالجهاز. الجهاز بيجي برامات 3 جيجا وذاكره 32 جيجا، ولكن الميزه هنا انك تقدر تحط شريحتين وكارت ميموري. تقدر يعني لو حطيت كارت ميموري تاني 32 او 64 بقى معاك مساحه كويسه جدا. وهنا في فئه تحت ال 2000 جنيه عاده الاجهزه يا اما بتبقى 2 جيجا رام مع 32 جيجا او بتبقى 3 جيجا رام مع 32 جيجا. ده بيكون قليل، فالجهاز بتاعنا النهارده بيدينا ال 32 جيجا مع 3 جيجا رام. نيجي بقى لنقطة الكاميرات، وهي نقطة محترمة جدا في الجهاز برضو. الجهاز هنا بيجي بثلاث كاميرات. الكاميرا الأولانية 16 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية 5 ميجا بكسل، وكاميرا لأبعاد العزل الديب سنسور 2 ميجا بكسل، وفي التليفون فلاش رباعي. دي حاجة كويسة عشان تقدر تلتقط صور بالكاميرا الخلفية في إضاءة معدومة. هنا في فلاش رباعي في الجهاز، وعادة فئة الكامون بتعتمد دايما على الفلاش الرباعي.
الفيديو هنا في الجهاز بيتصور 1080 ب 30 فريم في الثانيه. اما كاميرا السيلفي فهي 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0 وبرضه بيصور 1080 ب 30 فريم في الثانيه. لو جينا هنا نبص على اداء الكاميرات في الجهاز، اداء الكاميرات افضل من اجهزه ممكن تكون اغلى منه. الجهاز هنا كاميراته محترمه جدا، لما بتصور في اضاءه النهار الجهاز كويس قوي. يمكن الدايناميك رينج فيه مش قوي قوي او تباين الاضاءات فيه مش قوي قوي، ولكن الصور العاديه الجهاز بيلتقطها بكفاءه جدا في اضاءه النهار. وبالليل بيكون فيه شويه النويز الطبيعيه اللي ممكن تاخدها في الكاميرا اللي في الفئه السعريه دي، ولكن مجملا اداء الكاميرا كويس. وزي ما انتم شايفين ان الصور فيها برضو وضوح وفيها نقاء او مدياك تفاصيل حقيقيه ممكن ما تلاقيهاش فعلا في اجهزه اغلى من كده، حاجه بسيطه. فهنا الكاميرات بتكون من نقط القوه بتاعه الجهاز. وعايز اقول لكم ان فئه الكامون اساسا بتعتمد على الكاميرا. في تكنو فئه الكامون هي الخاصه بالتصوير. نتكلم بقى عن الصوتيات. الجهاز لازال محافظ على مدخل ال3.5 بتاعه. صوت الجرس كويس قوي، ما هواش مجسم ولكن كويس جدا ومسموع وكويس وواضح. وصوت السماعه كويس برضو. الجهاز بيديك اداء كويس جدا في المكالمات اللي هتتم بالهاند فري. صوتيات الجهاز ما فيهاش مشكله، وحتى المكالمات اللي هتتم بالاتصال العادي هتلاقيها شغاله معاك كويس. فصوتيات الجهاز هنا من النقط الكويسه جدا في الجهاز. نتكلم بقى عن المستشعرات في الجهاز. الجهاز هنا فيه واي فاي، بلوتوث 5، جيروسكوب، ماجنتيك فيلد، بروكسيميتي، بيدعم اف ام راديو. المستشعرات على الجهاز شغاله كويس جدا رغم ان هو جهاز شاشه كامله وفئه قليله. فكنت متخوف من ان المستشعرات في المكالمات ما تبقاش قويه قوي او ما تبقاش كويسه، تبقى فيها جزء سوفت وير، ولكن هو اداؤه هنا كويس جدا. المستشعرات ما بتعلقش وشغاله معاك كويس، ما فيهاش مشكله. نتكلم عن وسائل الحمايه في الجهاز. عندك البصمه اللي هي ما بتغلطش في صباعك، لكن مش هتديك الاداء السريع زي البصمات اللي هي مجرد ما بتلمسها بتشتغل، ولكن مش هتغلط في تحديد ابعاد صباعك في الاستخدام، يعني مش هتلخبط معاك. ونقطه تانية ان هي برضو هتشتغل معاك كويس، يعني انت مش هتحس اللاج ده. بعد يعني يومين ثلاثه هتبدا تلاقي ان هي عاديه، مجرد ما بتشيل صباعك من على البصمه بعدها بكسر من الثانيه الجهاز بيشتغل معاك عادي، مفيش ادنى مشكله. وهنا البصمه ما فيهاش اي مشكله. بالنسبه لبصمه الوش بيتعرف عليك في الاضاءه العاليه كويس جدا، وفي الاضاءه الواطيه بياخد كسر من الثانيه لحد ما يتعرف على وشك، ولكن برضو بيحدد ملامح وشك بشكل كويس. نتكلم بقى عن البطاريه اللي انا شايفها برضو نقطه كويسه جدا في الجهاز. في 2020 مش هنشوف بطاريات اعتقد اقل من 4000، يعني خلاص يعني بقى الطبيعي بتاع البطاريات 4000. فهنا البطاريه جايه 4000 ملي امبير مع شحن 10 واط، شحن بطيء. يعني الجهاز هيشحن معاك البطاريه ال 4000 دي في مده زمنيه حدود الساعتين ونص تقريبا او ساعتين وتلت. وهتقعد معاك البطاريه بفضل المعالج ال 12 نانومتر، هتقعد معاك البطاريه حوالي 7 ساعات سكرين اون تايم، لان الشاشه كمان هنا اتش دي بلس، فمش هتستهلك كتير من البطاريه. فالبطاريه هتديك اداء كويس جدا، هتقضي بيها يومك من اول ما تنزل لحد ما ترجع. حتى لو انت بتستخدم استخدام شاق او بتلعب جيمز خفيفه كده هيكمل معاك، مش هيبقى عندك اي مشكله. فالبطاريه هنا من النقط المحترمه والكويسه جدا في الجهاز. واخيرا لو هتكلم عن رايي في الجهاز، انا شايف ان الجهاز كويس جدا في فئه 1800 جنيه او 1888 جنيه. ان انت هتشيل جهاز 32 جيجا 3 جيجا رام، والتصميم ده هيبقى نقطه مهمه ليك، لان انت شايل حاجه موجوده في اجهزه. يعني اقل جهاز في التصميم ده هو هيكون جهاز تقريبا ب 3000 جنيه، واللي فوقيه على طول مثلا ب 6000 جنيه. فانت هنا دفعت تحت ال 2000 جنيه وشلت جهاز محترم مديك شكل كويس وتصميم لطيف. واللون الازرق ده برضو انا شايفه لون حلو، وجاي تصميم كامل اللي هو واخد التصميم لحد النهايه من الجنابي، هتحسه اللي هو قطعه واحده. فتصميم الجهاز نقطه تخليك تشتريه، وخصوصا المكونات الداخليه للجهاز برضو كويسه. اشكركم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات هنا او في صفحه الفيسبوك او الانستجرام.
اللي هتلاقي اللينك بتاعهم في صندوق الوصف، وان شاء الله هرد حتى لو بتاخر. واشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله، وكان معاكم محمد النواوي.